يا صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين على اغلى واجمل اخوات ومتابعين في الدنيا كلها. جايه لكم في فيديو جديد ويوم جديد. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. صحيت البنات من النوم عشان يروحوا المدرسة. على ما لبسوا هدومهم كنت فتحت كده الشباك بتاع الأوضة. انا بصراحة بحب افتح بدري وبحب اهوي الدنيا. شدت كده فرش السراير بتاعت البنات وغيرت فرش سريري. قلت عشان يوم الجمعة ما يكونش ورايا اي حاجة. وطبعا الشقة مسكتها كنستها بقى وسيقتها، وبقت الدنيا كده كلها رغاوي وكلها مية. عايزة اقول لكم يا بنات ما برتاحش غير لما بسيق. شلت يا بنات فرش السرير ونفضت كده المراتب بالملاية. الأوضة عندي نظيفة، يعني البنات عندي بيدخلوا ساعة النوم بس. لو حد بقى عايز حاجة من الدولاب كده، زي ما انتوا شايفين الأوضة صغيرة مش كبيرة، محندقة يعني على القد. هنا بقى كالساجة ماشية رايحة المدرسة، كان السواق جاي ياخدها. كنا في الوقت ده يا بنات كنا الساعة 7. هنا بقى فرشت الملاية، وفوق الملاية كده فرشت عليها الكوفيرتا. بصراحة أنا بحب أفرش الملاية الأول، وبعد كده بقى عليها كيفرتاية، عليها دفاية. بفرش أي حاجة فوق الملاية طالما إحنا في الشتاء. لكن في الصيف يا بنات بنفرش الملاية بس. هنا بقى ظبطت سراير البنات كده زي ما انتوا شايفين. عايزة أقول لكم يا بنات إن الكيفرتات اللي أنا شايلاها والله نظيفة، ما توسختش ولا حاجة. لأن أنا بشيل فرش السراير كل 3 أيام. يعني انا في الاجازة بشيل يوم الجمعة ويوم الاثنين، لكن بقى في المدارس بشيل يوم الخميس ويوم الحد. عايزة اقول لكم بشيل فرش السراير كده نضيف من على السراير، بدل بقى ما تحط كلوريكس والكلام ده، لا شوية برسيل جل كده الفرش بيروح زي الفل، لان هو نضيف مش متوسخ ولا حاجة. هنا بقى لبست وشاش المخدات كده والخداديات، وحطيت كل حاجة مكانها. وبعد كده يا بنات لمعت الازاز بتاع السراحة ولمعت الخشب. بعد كده بقى جبت المكنسة وشفطت المشايات. زي ما انتوا شايفين المشاية دي صغيرة مش كبيرة، والمشاية التانية 80 في متر، يعني المكان صغير يا بنات. هنا بقى شفطت كده المشايات زي ما انتوا شايفين، وبعد كده ننفضهم ونحطهم على السرير. وبعد كده بقى بدأت كده ان انا اكنس بالمكنسة الناعمة. شايفين ما شاء الله الارض نظيفة ما فيش تراب ولا حاجة. والله هوريكم التراب اللي طالع من الأوضة، حاجة كده لا تذكر خالص. لميت كده الأرض بالمكنسة الناعمة كده. المكنسة يا بنات أنا بغسلها كل 3 أيام. عايزة أقول لكم لما بغسلها كل 3 أيام بتفضل نضيفة كده زي ما انتوا شايفين. شايفين يا بنات هو ده التراب اللي طالع عندي من الأوضة. بعد كده بقى جبت البخاخة. هنا يا بنات الإزازة دي حاطة فيها كلوريكس ألوان وخل، ربعها كلوريكس ألوان والربع التاني حاطة خل. يا سلام بقى في تلميع الأرضيات يا بنات، بيخلي الأرضية كده بتلمع وجميلة. لمعت كده بالمساحة الأرض زي ما انتوا شايفين. الأوضة دي طبعا عشان صغيرة ما ينفعش ان انا اكب فيها مية واشد بالمساحة، لا ببخ كده بالبخاخة وبمسح لان الأوضة صغيرة. هنا بقى كانت الأرضية نشفت معايا. وهنا يا بنات سجاد باقي الشقة، كنت مخلصة بقى ماسكة الشقة كلها مسيقاها، وكانت نشفت معايا. اول ما فرشت كده الأوضة بدأت نفرش الشقة كلها. وبعد كده بقى طبعا انتوا زي ما انتوا عارفين ان البيت فيه شغل كتير. البنات كانوا جم من المدرسة وكانوا جعانين. قلت لما اقوم كده ايه نعمل لهم اكل، بس اكل مطاعم. جبت كام بطاطساية مسكتها قشرتها كده. هتشوفوا دلوقتي يا بنات هنعمل ايه. قلت بدل ما نشتري من بره السندوتش بقد كده، لا نعمل كل حاجة في البيت. هنا بقى خرطتها، بس خرطيها تكون تخينة شوية.
لما تبقى تخينة كده بيبقى طعمها حلو قوي قوي البطاطس، لكن لما بقطعها رفيع مش بتبقى جنب اي اكل يا بنات. في اكل بتحب كده البطاطس تكون تخينة شوية، وفي اكلات بتبقى عايزة البطاطس رفيعة كأنك بتاكل شيبس كده جنب الاكل. بعد كده خدتها شطفتها شطفة حلوة كده تحت الحنفية، وكنت حاطة الحلة بتاعت الزيت عندي على البوتاجاز، حمرت الكمية كلها. انا كان عندي هنا عيش سوري كنت حاطاه في الفريزر، طلعته كنت مطلعاه يا بنات من الصبح عشان يفك براحته. قلت بقى نعمل لهم كده اكلة حلوة. البنات عندي بصراحة بتحب العيش السوري كده بالبطاطس، كانوا عايزين فيه جبنات كمان. قلت لهم لا، خلي الجبنات بقى نعملوها كده بيتزا، ندخلوها في حاجة تانية، لكن العيش السوري انا هعمله بس بالبطاطس كده، وهعمله لهم بالكاتشب والمايونيز. انا كنت جايبة كرتونة مايونيز وكرتونة كاتشب، كانت عندي من زمان يا بنات، فبصراحة والله نفعاني خالص. يعني لو حمرت لهم بطاطس وهم رايحين المدرسة بياخدوا معاهم كل واحدة بقى كيس كاتشب، كيس مايونيز. بصراحة بينفع، كل حاجة بتنفع في البيت. هنا بقى كل رغيف حطيت عليه كده شوية من البطاطس، وعليهم شوية من الكاتشب وشوية من المايونيز، ونلفه كده زي السندوتش زي ما انتوا شايفين. ولفيت الكمية كلها يا بنات بنفس الطريقة، الطريقة سهلة وبسيطة جدا. انا كنت عاملة معاكم قبل كده الكريب، ان شاء الله مرة تانية بقى نعمل معاكم العيش السوري. سخنت الجريل كويس، وبعد كده نزلت عليه بربع معلقة من الزبدة، وزعتها يا بنات على الجريل. وبعد كده بقى نبدأ نرص كده السندوتشات كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى بدأت ان انا امسح كده وش الكريب من فوق بالزبدة. الزبدة يا بنات بتخلي طعمه حلو قوي قوي، احلى من الزيت بكتير. واول السندوتش كده ما ياخد اللون الاحمر الفاتح من تحت نقلبه بالشكل ده، ونحمره بقى على كل الجناب. بعد كده حطيت كمان رغيف. عايزة اقول لكم والله يا بنات ما خدش معايا وقت 10 دقايق. تخلي بالك عشان خاطر بياخد لون بسرعة. هنا ما شاء الله كان ادانا اللون كده الذهبي الفاتح. بعد كده بقى نزلت بالزبدة ورصيت باقي الكمية. الاكلة دي تنفع في غدا، تنفع في عشاء، تتاكل في اي وقت. السندوتش بره يا بنات هتلاقيه بكام؟ يعدي 25-30 جنيه. وسندوتش بطاطس محمرة على ايه بقى؟ لا، نعمل الحاجة دي في البيت احسن من بره بكتير. يعني الرغيف السوري ده احنا بنجيبه من عندنا ب3 جنيه، 10 ترغيفة جايباهم ب30. يعني ما شاء الله 10 ترغيفة بتمن رغيف واحد بس عيش سوري بالبطاطس. خدت بقى طبق مخلل كده جنبه، معايا كاتشب ومعايا مايونيز، وزي ما انتوا شايفين. ايه رأيكم في الجمال ده؟ ما كلفنيش كتير، يعني العيش انا جايباه ب30 جنيه، وقولي حمرت كيلو بطاطس، بس اكلة حلوة منحرمش ولادنا من حاجة. وبتمن رغيف واحد هتشتريه من بره عملت الكمية كلها. شايفين يا بنات ما شاء الله؟ كل واحد فينا خد رغيفين وجنبنا المخلل، واكلة بسيطة وخفيفة، وبدون بقى ولا مواعين ولا دربكة ولا اي حاجة من دي. هو الطبق المخلل اللي اتغسل والطبق اللي فيه العيش، وبألف هنا وشفا على كل اللي اكل حاجة. بعد كده بقى طلعت للفراخ زي ما انتوا شايفين كده. اتبقى عندي شوية مية صغيرين، وكان الاكل خلاص كان خلص. احنا في الوقت ده يا بنات كنت المغرب، لان على طول بصور معاكم الصبح، فقلت بقى اليوم ده لا نصور معاهم بالليل. زي ما انتوا شايفين العلافة هنا ما كانش فيه غير كام واحدة بس علف، يعني العلف خلاص ما كانش فيه قدامهم، والمية باقي مية. كنت عامله لهم مشروب خدته وطلعت. زي ما انتوا شايفين يا بنات الفراخ دي عمرها 22 يوم. ما شاء الله الخلطات
مخليهم سابقين سنهم. وعايزة اقول لكم والله ان الكاميرا ظلماهم، يعني هم في الطبيعة شكلهم حلو قوي قوي. حمرة كده يا بنات من الخلطات وجميلة. زي ما انتوا عارفين ان انا من عمر اسبوع 7 ايام بحط لهم كل يوم الصبح، بضرب لهم طبعا عشان هما في الاول بيبقوا صغيرين يا بنات، بضرب لهم بصلاية صغيرة مع ربع، يعني البنجرية باخد ربعها، مع ليمونية مع فصين من التوم. بنضربهم في الكبة كويس، وبنمسك بقى العلف كده نغلفه مع البصل مع التوم مع الليمون وشوية خل، وبنحط لهم بقى على العلف. وده بيبقى الفطار بتاعهم. العشاء بقى بالليل بنحط لهم ايه معايا هنا؟ الكمية بقى اللي انت بتحطيها للفراخ، بحط عليها كده معلقة كبيرة من العسل الاسود ومعلقة هرمية من البهارات. انا قبل كده يا بنات كنت عاملة البهارات معاكم. الفراخ عندي عايزة اقول لكم لو حطت لها العلف من غير بهارات او بصل ما بياكلوهوش. هم خلاص متعودين ان انا بطعم لهم العلف كده زي ما انتوا شايفين. الفراخ يا بنات عندي متعودة حتى المية عمرهم ما بيشربوها يعني سادة كده، لازم نحط لهم اي حاجة على المية. كركديه بقى، حلبة، تحط لهم قرنفل تغليه وتحط لهم كده لما يبرد، تضرب لهم نعناع مع ليمون. يا سلام بقى، بيحبوا النعناع قوي قوي. هنا بقى كنت حاطة معلقتين كبار من معلقة الاكل فلفل اسود، فلفل اسود حصى يا بنات، وغليت مية في الكتل ومليت عليهم كده البرطمان، وغطيت البرطمان. واول الفلفل ما برد معانا تماما نزلت هنا بربع كوباية على السقاية بتاعتي. السقاية دي يا بنات بتاخد 3 رتل من المية. بعد كده بقى ننزل لهم بالمية وننزل لهم بالعلف. ان شاء الله باذن الله المرة الجاية نوزن معاكم ونوريكم بقى الميزان، خليه كده مفاجأة. انا بوزن عندي الفراخ كل 3 ايام، بشوف كده الميزان عندي عامل ايه، هم زادوا خسهم. لازم كده ان انت تتابعي الميزان بتاع الفراخ بتاعتك. هنا بقى بدأوا ان هم كده يروحوا على الاكل ياكلوا، وبدأوا ان هم ينزلوا على المية. انا يا بنات في الوقت ده ما كنتش معطشاهم، يعني زي ما انتوا شايفين ان السقاية كان في باقي كده مية فيها، لكن بقى لو سايباهم كده عطش وساعتين كانوا نزلوا على الاكل يجروا. كنت جايبة بقى فراخ بلد الصبح عمر يوم، زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. عايزة اقول لكم الكتكوت اللي واقف في النص ده كان واقف سقعان كده ومتلج، وواقف مكانه اكتر من 3 ساعات ما بيتحركش كده زي ما انتوا شايفين. بس النهاردة بقى يا بنات لان انا مصورة يوم الخميس امبارح، النهاردة بقى ما شاء الله بيجري بقى لما اتدفى كده، بقى يجري وياكل ويشرب وما شاء الله. هنا بقى حط لهم كده في طبق صغير شوية من العلف، وحط لهم مية. زي ما انتوا عارفين احنا بنستقبل الفراخ اول 3-4 ساعات على معالج جفاف. بعد كده بقى بننزل لهم ب12 ساعة فيتامين و12 ساعة مضاد حيوي. زي ما بتستقبلي الفراخ البيضة تستقبلي البط تستقبلي الفراخ البلدي. يعني التحصينة دي يا بنات احنا بنحطها لمدة 5 ايام، دي للفراخ البلدي. لكن بقى الفراخ البيضة بحط لهم مضاد حيوي وفيتامين 3 ايام، والتلات ايام التانيين بحط لهم 12 ساعة املاح معدنية، 12 ساعة احماض امانية. بس الفراخ البلدي اول 5 ايام بحط لهم 12 ساعة فيتامين و12 ساعة مضاد حيوي. وبعد كده بقى نحط لهم البهارات اللي احنا بنحطها للفراخ البيضة، ونحط لهم البصل، ونفس الخلطات اللي انت تحطيها للفراخ البيضة حطيها للفراخ الحمراء. وعايزة اقول لكم ما شاء الله يا بنات والله هتلاقيهم يومهم بيومين، يومين 3 كده ان شاء الله ابقى اصورهم وانزلهم لكم تاني، وهتشوفوهم بقى ما شاء الله كده مع بقى البهارات. انا النهاردة حاطه لهم بهارات على الاكل، يعني البهارات بحطها من اول يوم كمان للفراخ البلد. وما شاء الله يا بنات باذن الله يومهم هيكون بيومين. اهم حاجة دفي الفراخ بتاعتك كويس.
انا هنا الارض عندي فيها سيراميك، حاطه لهم كده شكاره، وفوق الشكاره حاطه رشه من الجير، وبعد كده طبقه من النشاره. لازم تعملي كده عشان الفراخ بتاعتك رجليها تكون متدفيه وتتدفى كويس. وحاطه لهم يا بنات لمبه صفرة كبيره. اهم حاجه للفراخ دي وهي صغيره ان انت تدفيها كويس، وتخلي بالك كده ايه على حاجتك، لان كل حاجه بفلوس مش ببلاش. الكتكوت ده انا جايباه ب12 جنيه. ربنا ان شاء الله يبارك فيهم. وده يا بنات كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. يا رب الفيديو يكون بسيط ويكون خفيف على قلوبكم. يلا لو لسه ما عملتليش لايك اعملي لايك، ولو اول مره تشوفي قناتي فضلا وليس امرا اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.